ونبقاو لكم دائما في هذه الترهات الجزائريه والغباء ديالهم. الا عقلتوا معنا في يناير اللي داز، ناض السفير الجزائري دار واحد البيان حول بعض الوسائل الاعلام الموريتانيه اللي قال لهم يتقربون من المغرب ويخدمون الاجنده المغربيه ويريدون ان يوتروا العلاقات بين الجزائر وموريتانيا وناض. وهذا كان تدخلا كبيرا جدا في الشؤون الموريتانيه وفي الاعلام الموريتاني. هذا الامر ما عجبش بعض وسائل الاعلام الموريتانيه، ومع ذلك السلطات الموريتانيه دارت عين شافت وعين ما شافت. في يناير اللي داز كانت موريتانيا باقي ضعيفه، باقي موريتانيا ما حصلتش على صفقات ديال التسليح كبيره، باقي دارت عين شافت وعين ما شافت. ناض يا سيدنا يا كرام السفير الجزائري مؤخرا تدخل مرة أخرى في الشأن الإعلامي الموريتاني، وهذا هو النقطة التي أفاضت الكأس. كان هذا هو السبب الذي طرد من خلاله من موريتانيا. ناضت واحد الجريدة سميتها أنباء انفو موريتانيا، شحال من مرة جبدناها في هذا البرنامج ديالنا، درت واحد التقرير على واحد الرالي غادي يدوز من الصحراء المغربية. شوف الطريقه والصيغه اللي ما عجبتش السفير الجزائري. هذه من مصادرنا الخاصه الاخوان. قال لي حسب المقرر سيصل رالي افريكا ايكورايس الى شواطئ بحيره روز في ذكار يوم 12 يناير 2025 عبر المغرب وموريتانيا وشرق السنغال. وقد اقام جميع المتنافسين يومين في ايطاليا قبل انطلاق السباق، وذلك لاجراء فحوصات فنيه دقيقه تمكن من مواجهه تحديات الصحراء الافريقيه. يذكر، شوف هذه هي الفقره اللي ما عجبتش السفير واحتج من خلالها على وزير الاتصال الموريتاني. قالوا يذكر انه وكما في كل مره قبل انطلاق السباق الذي سيعبر جميع الاقاليم، اسمع مزيان، جنوب المغرب بما فيها اقليم الصحراء الذي تطالب بوليساريو بانفصاله. حذرت الجبهه منظمه رالي افريقيا كذا رئيس من عبور اقليم الصحراء لانه حسب قولها منطقه حرب لا يسمح بعبورها. هذه الفقره اللي قالت فيها وكاله الانباء الانفو بان الصحراء مغربيه ما عجبش السفير. ناض السفير الجزائري تواصل مع وزير الاتصال الموريتاني، ولكن موريتانيا اليوم ليست هي موريتانيا الامس. وزير الاتصال ما عجبوش الحال وقدم احتجاج لدى الدوله الجزائريه، قال لهم هذا السفير كيتدخل في الشاده والفاده، ما بغيناه في بلادنا، ديروا شي حل. واجتمع هذا الاخفاق مع اخفاق كذلك التنسيق المغربي الموريتاني وفشل الجزائر في جلب موريتانيا الى صفها، مما عجل بطرد السفير الجزائري من موريتانيا. وهي بالمناسبه الخريطه ديال هذاك الرالي اللي دايز، خريطه معتمده من عدد من الدول.